السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هدد الاتحاد الليبي لكرة القدم بإمكانية الانسحاب من المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين التي ستحتضنها الجزائر مطلع سنة 2023. وقال الجهاز الوصي على الكرة الليبية: نتابع بأسف الإجراءات المتخذة ضدنا بناء على طلبات أشخاص وصفهم بالساعين لعرقلة عمل الاتحاد وتجميد لعبة كرة القدم داخليا وخارجيا. وأضاف المتحدث نفسه: من خلال رفعهم دعاوى على الاتحاد الليبي بالمحاكم العادية بالمخالفة لأنظمة ولوائح الاتحاد الفيفا والكاف، والتي تحظر اللجوء للمحاكم العادية في المنازعات الرياضية. وواصل: رغم أن هذه الدعاوى ما زالت منظورة أمام المحاكم العادية ولم تصدر أحكاما نهائية حتى يتم التعاطي معها بمراعاة لوائح فيفا وتوجيهاته، تفاجأنا بإصدار قرارات سريعة بإيقاف حسابات الاتحاد مؤقتا تنفيذا لرغبات من يسعون لتحقيق غايات خاصة وليس لتحقيق المصلحة العامة. وواصل: نحن الآن بصدد الاستعداد للمشاركة في بطولة قارية ومنتخبنا في معسكر تحضيري بتونس، قد نضطر للانسحاب حال عدم توفر الإمكانيات، كما أن للاتحاد التزامات مع المدرب الأجنبي وطاقمه الفني الملتزمين معهم بعقود ومرتبات تدفع في حينها. وأردف: المدربون لوحوا بالتوقف واللجوء للفيفا في حالة التأخر في دفع مرتباتهم، ما سيترتب عليه إيقاف أنشطة الاتحاد في المسابقات المحلية. واختتم كلامه قائلا: حرصا منا على المصلحة العليا للبلاد، فإن الأمر يتطلب تدخل الجهات التي يهمها المصلحة العامة وكرة القدم خاصة، لاتخاذ إجراءات من شأنها ضمان سير مشاركات ليبيا خارجيا. وصلنا إلى نهاية الحلقة، كنتمنى أنكم استمتعتم بالمشاهدة. ما تبخلوش عنا بالضغط على زر لايك وكذلك الاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم.